ايه يا مندو، ايه الجديد معاك؟ قول. الحمد لله والله يا زميلي، انت عامل ايه؟ بقول لك سمعت الجديد قول. بيقول لك اسمه مش بتاعز بس. ما توضح وفهمني الزتونة اللي معاك يا مندو. يا بص هتصحصح وروق معايا كده واسمع الكلمتين اللي جايين دول. بيقول لك ده ابن كلاف الحمير. ابن كلاف الحمير؟ انت بتتكلم جد؟ تاني ده ابوه او ربنا. لا، لو انت بتتكلم كده فانا هقول لك كلمتين يا مندو، شد ومد عشان انا هفرد واعد. ويلا بينا. ابن كلاف، اوعى تفتكروا كلاف الحمير دي شتيمه، دي عيله ابوه. يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ دي مهنه ابوه قسما بربي. محدش يجرب مصر. اما حمار صحيح. العافي محدش ياكل لقمته. ده امر بالنسبه لنا خط احمر، خط بالنسبه لنا خط احمر. محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر. قضية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل. شفتش الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول كلام بهذه القوة والحدية. الصومال خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا تعرضت لمشاكل من جانب اثيوبيا. العلاقة بين مصر وإثيوبيا يشوبها التوتر الذي لم يهدأ منذ سنوات. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال. طبعا شوفوا يا اخوانا، اي عدوان على واحد من الشلة يعتبر عدوان علي انا شخصيا. مش هنسمح ان حد يمس الصومال. وشوفوا بقى لما يحصل عدوان علي انا بقى يا نهار ابيض، تبقى يا ابني ليله مش فايته كارثه. طبعا انت هتقول لي محدش يجرب مصر. مش فاكر الخناقه ان فيهم دي اللي كنا فيها علقه دي كلها. اولادهم في الحفظ والصون. ليك اسلوب ده بس احنا اتصرفنا. اتصرفنا. محدش يجرب مصر. ولو تتذكروا العبد الفقير لله في تلك اللحظه قلت لحضرتك عن معلومه مؤكده ان الصوماليين لا يطيقون قيد انمله في المجرم. وأخيرا تحذيرات إثيوبيا من أن المنطقة تدخل في المجهول عقب وصول طائرتين عسكريتين مصريتين إلى مطار مقديشو. في الوقت اللي فيه السيسي قاعد على مأدبة عشاء مع ملك الدنمارك، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيعمل مصالحة تاريخية بين الصومال وأثيوبيا. محدش يجرب مصر. يبقى اضرب لك سيجارتين مع السمك البلطي خليه يدخن. ان مصر ليست لديها وسيله اخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله الاف السنين. وسمعني سلام اني اغرق 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 اغرق. محدش يجرب مصر. كلمات تحذيرية تهديدية لإثيوبيا أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. محدش يجرب مصر. وقصه بقى محدش يجرب مصر والصومال والبتاع الهمبكه الكاذبه. الإعلام ما بيطبلش لحد، الإعلام بيتبنى مشاكل، لكن عندنا خطوط حمراء. خدت لي بالك انت؟ أنا معاك. أول خط أحمر هو الوطن، ده خط نابع من الضمير. انا معاك. فاهمني انت؟ احنا اتنين بس اصلا. ده تيشرت. محدش يجرب مصر. جاء بقى الرئيس أردوغان وخلاهم يصالحوا بعض. انا اتهزأت يا اخوانا. انا خلاص. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. ايه يا سيدي، امال الزناتي وفتوة وعامل لي انت المخ والعضلات والعضلات ايه بس؟ فالح لي مصور لي بدكم عصاية غلية وفيها كوزين اسمنت وشايلهم لي. محدش يجرب مصر. سمعوني سلام خلي السلاح صاحي. السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا بحر. كل ما نكلم اثيوبيا يقول لك هو كان ده عبيط اللي مضى، ده عبيط ولا احنا شربناه حاجه اصفره. محدش يجرب مصر. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها. بلد تعيش على الاكاذيب والاراجيف. السيسي سبق عصره وأوانه، راح جاب رئيس الصومال الراجل الغلبان وراح هدد بأنه والله عليا. اسمع كده ليه؟ اسمع. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن احنا نبقى موجودين معهم. حذر الرئيس المصري من المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها. يعني مضيق باب المندب اللي هنا ده هو الطريق بتاع البضاعة اللي رايحة قناة السويس. يعني أمن مصر القومي.
منتقداً الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر عبر أرض الصومال، الدولة المنفصلة عن جمهورية الصومال. الكوع ده لو قفلت عليك والله ما هيجي لك حتى سفينة صيد، عارف فلوكة صيد مش هتخش القناة. يعني قلب الامن القومي المصري الصومال واثيوبيا، المشهد خلص في تركيا. البعض للأسف من خونة الخارج راحوا يدعموا مواقف أثيوبيا في مواقفها وادعاءاتها وأكاذيبها. ده حال البعض. طبعا انت عارف ان البلد طول عمرها وضعها حرج اليومين دول، واحنا بنكسر جهودنا، والنتيجة لده اكتشفنا شبكة ماسونية عالمية على علاقة وطيدة بشوشرة وزعزعة مفاهيم الشعب المصري. ممن يتصدرون السوشيال ميديا اللي تحولت لأداة بيستخدمها هؤلاء الذين ينتمون لحلف الشر. الشبكة دي زرعت عملاء ليها في جميع ربوع الوطن، واحنا كمان زرعنا رجالتنا، ومن ضمنهم والله لن نقوم بأي ضرر. طبعا احنا عارفين ان اغلبها لجان وحسابات وهمية ومهمتها نشر الشائعات والاكاذيب. بعد 30 دقيقة هيجي لك السيد محمد أحمد، اسمه الحركي كربونة، هيقول لك كلمة السر بلح. ده المشهد ده بتاع مصر اب وام وخاله، لكن احنا مجرمين وقرارنا مرتهن عند القاصي والداني، عند الاسرائيليين والاماراتيين والسعوديين ملناش اي قيمه. بدون دليل وبدون هدف محدد يصب لمصلحة الوطن. هترد عليه وتقول له طرح. محدش يجرب مصر. انا قلبي جاحد، قلبي ميت ما يهمنيش. انظروا لهذه الابتسامة العريضة مثلا. وإنما الهدف الأساسي لهم هو التشكيك. كلمة السر ايه؟ بلح. هترد عليه تقول له ايه؟ طرح. ال30 دقيقة ابتدوا من دلوقتي، مش عايزين نوصيك الراجل ده مهم لينا قد ايه. طلع الإعلام السيساوي يقول لك أي حد هيقرب من أمن الصومال. اسمع. أي بلد لها الحق أن تفعل ما يناسبها للحفاظ على أمنها القومي. النهارده تحرك مصر تحرك مختلف عن اي وقت اخر. خلي بال حضراتكم في بين الدول العربيه اتفاقيه دفاع مشترك، ولكن لا يتم تفعيل هذه الاتفاقيه. خلينا نتكلم بوضوح يعني. الله، ما هو ده الواقع. اديني في الهايف وانا احبك يا ننس. ده حمدتي رجعنا ما عرفناش نجيب حقنا. هو عايزك طول الوقت يبقى مصدرك في المعلومه الفيسبوك. يا جدعان حد يقول لها حاجه اللي هو بيصدرها لك. وانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوكوا يا اخوانا. اللي هو بيصدرها لك. حسس وقول لي النتيجة. عناية يا قليل الأدب. بيصدرها لك. اعذرني يا خال، اصل انا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك أوسم. محدش يجرب مصر. ده ما فيش حد جرب مصر وما استمتعش بطعمها. هو ده اللي احنا كنا عايزينه، عشان ده راجل ظالم اساسا. قسما برب لا بقولها وقلبي يقطر دما، اثيوبيا خدت اللي عايزاه. انا بقى دلوقتي عايز الفرحه تملى الشارع والحاره كلها، مش عايز واحد في الشارع ما يفرحش بموت الظالم ده. الدوله بتشتغل على كل الملفات بمنتهى الصبر والحكمه. يلا نستعد للافراح، يلا بينا اقرأوا الطبول. زي ما انتوا شفتوا كده كان بيكلمني دايما يقول لي والله لن تجد ضرر مننا، فانا حبيت ان انتوا تسمعوها منه وانا بشكره عليها. عطرت الرجاله، العنب استوى على الشجر وعايز الاكال، والاكال موجود. وإن مصر بتستحوذ على ربع صادرات العالم من عسل النحل. العسل حلو بس النحل بيقرص. النهارده اللي بيحصل بين مصر والصومال هو امر مهم، الدفاع عن الامن القومي لدوله عربيه شقيقه. احنا دولة بنسلح جيشنا، وايضا الدفاع عن الامن القومي العربي والمصري، وبنخليه في قمة الجاهزية. من أجل إيه؟ وحمدتي يعلم على ابونا. جت في السباطة. من أجل إيه؟ جول عاد ما تشوجناش، جول. مش من أجل الحرب. مستطيل من يومنا والله ودماغنا مهيسة. الحدود المصرية إنه هذا أمر مفيش فيه هزار. والامارات رجعت الضباط وعساكر الجيش اللي كانوا اسيرهم حمدتي، وطلعت بيان اجبرتها تشكرها. ربنا يمسيك بالخير يا شاروخان، كان دايما يقول لي يا رب صبحنا وربحنا
اولادهم في الحفظ والصون وبين عبادك ما تفضحنا. والصومال طلبت من الاتحاد الافريقي ومصر دعمت هذا الامر ودعم كبير جدا لموقف الصومال طرد الاثيوبيون من الصومال. وانا مش بتاع حرب دلوقتي. ده امر بالنسبه لنا خط احمر. واسرائيل اخترقت الخط الاحمر والازرق والبامبي المسخسخ. احنا دولة بنسلح جيشنا وبنحدثه بنخليه في قمة الجاهزية من اجل ايه؟ مش من اجل الحرب. وبنشرب احلى حتة في حجارة مغمسة. غلطان اللي يفهم من اجل الحرب. مية مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط احمر. يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي، يا حجر طول شوية والمساس بيها خط احمر. ده الظابط علينا اولادهم في الحفظ والصون وموجودين وماكلين وشاربين. الظابط علينا كامل هنتسدد اوعى بطاطيل مليون. وانا مش بتاع حرب. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال. والصومال واثيوبيا برعايه تركيا والكلب عريان وهجاص وبياع اونطه. مش هطول كتير في الكلام. فخامة الرئيس اطمئن ان شاء الله. هو اثناء ما حضرتك كنت في الدنمارك والنرويج وايرلندا كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بيعمل معاهده صلح ما بين الصومال واثيوبيا. محدش يجرب مصر. معلش نوبة تانية تبقى الكمبرو، وبعدين كمبر دماغك انت يا حاج، ما فيهاش مشكلة، ريح عشان صحتك. يلا اتكل على الله. محدش يقدر يضرب عندنا. والسيسي كل الحلاوه. اثيوبيا كده بتخنق مصر من البحر من باب المندب لو هي خدت المنفذ ده، وبتلغي قيمه قناه السويس. واردوغان يوصف في الصومال واثيوبيا بالشقيق الموثوق، الاخ الموثوق. سيادة الرئيس في كلمته النهارده انه مصر لا يمكن ابدا تسمح لحد يهدد امن واستقرار الصومال. عشان تعرف ان البلد كلها مبنيه على الهمبكه والكذب. يبقى كده اثيوبيا قفلت لك النيل عن طريق السد، وقفلت لك القناه عن طريق باب المندب. واتمنى لجلالتك انها تزورنا في مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك على كل ما فعلته لنا اثناء وجودنا في الدنمارك. شكرا جزيلا. وحضرتك رايح تتفسح في حدائق اوروبا. خط احمر جديد رسمه ابن كلاف، اوعى تفتكروا كلاف الحمير دي شتيمه، دي عيله ابوه. انت بتتكلم جد؟ دي مهنه ابوه قسما بربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. مين كمان مبسوط من الاتفاق ده؟ الصلح بين أثيوبيا والصومال. قابل وقعد فوق الإمارات ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وأثيوبيا. والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. يا ابن المجنون يا نصاب، ايه اللي جابك هنا؟ حمام الحلاق اهو. تصدق يا حاحه لسه واخد لي دقن امبارح. فين الموسى؟ فين الموسى اللي بتتخانق بيه في المنطقه؟ اهو. إذا شفت حاجة وسخة أعرف إن الإمارات وراها. الإمارات دي ما تمشيش في حاجة نظيفة أبدا. تاريخها كله كده. إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. اللي يقول لك السرت والجفر خط أحمر، انتوا مدعمين مجرم يا أوساخ منقلب اسمه حفتر، حسالة عساكر العالم، انتوا والإمارات. نسقف لو سمحت. نسقف. ولا فيزو، احلى سلام لرجاله الخليج العربي. واه واه ايوه ودا واه واه ودا اوعى. لابد من القوات المسلحه والشرطه تبقى في اعلى جاهزيه وقدره لحمايه البلد. بس الناس عايشه في الكفته، الناس عايشه في الطرب وفي الكفته وبتاع. يا عم الدنيا مخ وكبده. محدش يجرب مصر. قال محدش يجرب مصر. قال محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها. السيسي سرطان يجب أن يستأصل.